من خلال تقريره التالي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه القاعة في قصر الكرملين، القاعة التي ستحتضن الحدث الأبرز يوم الجمعة، وهو حفل قرعة كأس العالم للمنتخبات المتأهلة إلى مونديال روسيا 2018. في هذه اللحظات منح الصحفيون فرصة للاطلاع عن قرب وعن كثب على آخر الاستعدادات المرتبطة بحفل قرعة كأس العالم. أغلى الكؤوس قاطبة على وجه الكرة الأرضية موجودة هنا في القاعة التي ستحتضن حفل قرعة كأس العالم. في هذه اللحظات تجري الاستعدادات النهائية لهذا الحفل الذي سيبث مباشرة، وربما سيتابعه أكبر عدد من المتابعين منذ انطلاق بطولة كأس العالم. بالنسبة لنا في البرازيل، نحن نعشق كرة القدم، وأنا سعيد لوجودي هنا، وأعتقد أن القرعة ستكون حفلة مميزة. سعيدة لمتابعة جزء صغير من الحفل. أعتقد أنه سيكون حفلا عظيما، ولكني متفاجئة أنهم أطلعون على الكثير من التفاصيل. في هذه اللحظات تجري البروفات النهائية على الجزء الأهم في حفل قرعة كأس العالم، وهو الجزء المتعلق بتصنيف المنتخبات وترتيب المجموعات. جرى الشرح للصحفيين هنا حول كيفية الطريقة التي سيتم بها ترتيب المجموعات، والجزء الأهم في هذا الشرح هو أنه متعلق بتصنيف الفيفا في شهر أكتوبر من عام 2017 للمنتخبات. وفق هذا التصنيف سيتم وضع رؤساء المجموعات والمنتخبات التي ستحل ثانية وثالثة ورابعة في هذه المجموعات. منتخب ألمانيا يرغب في الدفاع عن لقبه دون شك. نريد أن نفوز بكأس العالم مرة أخرى. نأمل أن تكون البطولة المقبلة أفضل من المرة السابقة عندما خسرنا أمام ألمانيا ب7 أهداف ل1. هذه المرة أعتقد أن البرازيل ستكون أقوى من عام 2014.